السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. وصفة اليوم غادي نحضر معكم فقاس باللوز كيجي زوين ولذيذ مع جميع الاسرار باش ما يتفرقعش في الفران وباش ما يتهرس لكمش في التقطاع. فخليكم مع الفيديو، فرجة ممتعة. بسم الله على بركة الله. هنايا خديت زلافة هي باش عبرت، يعني عطاتني 5 ديال البيضات زائد بياض بيضة وواحد الصفر خليته للدهن. نفس الزلافة عبرت بها سنيدة، درت زلافة سنيدة وزلافة ديال الزيت. باش يجيكم الفقاس زوين هكذا عبروا المكونات، يعني عبروا البيض هو الاول، داك القياس اللي عطاكم البيض هو اللي ديروه في سنيدة وفي الزيت. انا هذيك الزلافة هزت لي 5 ديال البيضات زائد بياض بيضة. ساشي ديال زهرة البرتقال اللي كيعطي واحد المذاق رائع للفقاس، وربع كاس ديال المزهر. ممكن تعوضوا ساشي الزهر بالفاني الا ما كيعجبكمش الزهر، ولكن راه كيعطي واحد المذاق رائع. ضفت رشه ديال الملح وخلطت كلشي مزيان مزيان. ممكن ديروا هذا الخليط ديالكم في الخلاط الكهربائي. انا خلطته بالميكسور، خلطته مزيان مزيان حتى تضاعف الحجم ديال البيض وذابت سنيده وتغير اللون ديال البيض، كيولي على هذا القوام هذا. من بعد كنضيف الجنجلان 80 غرام، يعني كاس قل ربع ديال العنبه. ممكن ديروا غير نص كاس، انا كيعجبوني فيها الجنجلان كتير. 80 غرام اللي تقريبا هي 8 د المعالق كبار. وضفت معلقه كبيره ديال البسباس ومعلقه كبيره د حبه حلاوه، المعالق يكونوا عامرين مزيان. و200 غرام ديال اللوز اللي هي 2 كيسان ديال العنبه، خلطتهم مزيان مع السوائل. من بعد ضفت الدقيق شويه بشويه مع 2 ديال الخمارات. الا هزات لكم الزلافه ديالكم 7 ديال البيضات ديروا 3 ديال الخمارات. صافي بقيت كنضيف الدقيق شويه بشويه حتى تجمعات لي العجين ديالي. العجين ما تقصحوهاش بزاف، خليوها شويه شاده في راسها. تقريبا هذا الخليط هز ليا كيلو 100 غرام ديال الدقيق. وبالنسبه للبنات اللي ما عندهمش الميزان وبغاو يعرفوا القياس ديال الدقيق، غادي ديروا 11 كاس ديال العنبه، ما يكونوش عامرين مزيان، يعني الكاس يكون ممسوح، يعني ما تقببوش بزاف لان الكاس ديال العنبه كيهز 100 غرام ديال الدقيق. صافي من بعد ما تجمعات لي العجين وخدات قياسها ديال الدقيق، قطعتها لخمسه ديال الكرات. وكنحاول كيف ما لاحظتوا كنسرحها وكنخرج هذاك اللوز من الجوانب هكذا باش ما يتهرس لكمش الفقاس، حيت اللوز ملي كيبقى في الجوانب ديال الفقاس هو اللي كيهرسو. كنحيدو من الجوانب وكنديرو في الوسط، وكنجمع العجين ديالي على شكل حربول وكنزير. حاولوا تزيروه ملي تكونوا كتشكلوه، بقاو تخبطوه مع سطح العمل هكذا باش ما كيبقاوش الفراغات في الفقاس ديالكم من الداخل. وكيف ما لاحظتوا راني كنحربل، وفي نفس الوقت ملي كتبان ليا شي لوزه خارجه في الجوانب كنعاود ندخلها في الوسط، غير كندفعها هكذا بالاصبع ديالي وكنقاد الحربول. صافي استمريت بنفس الطريقه الكرات بخمسه، وضعتهم في اللاطه ودهنتهم بهذاك الصفار ديال البيض اللي خليت. ضفت ليه معلقه ديال الحليب ومعلقه صغيره عامره مزيان ديال القهوه سريعه الذوبان، خلطتهم مزيان ودهنت بهم الفقاس ديالي. شربته بالفورشيط. هذه المرحله هذه كتبقى اختياريه. درت ليه تقيبات غير في الجوانب بهذه الطريقه كيف ما لاحظتوا. من بعد دخلت الفقاس ديالي الفران اللي كيكون بارد حتى حطيت اللاطه، عاد شعلت الفران على عافيه اللي كتكون مهيله بحال كي كنديروا في الكيكه، كنديروا النار مهيله بحال هكاك. غادي ديروا الفقاس. الا كان الفران ديالكم كيسخن بزاف حاولوا تنفسوه شويه، يعني حلوا له الباب واحد شويه وخليوه هكذاك حتى يطيب الفقاس، لان الفران الا كان سخون راه هو اللي كيفرقع الفقاس. صافي وكنخليه حتى كيطيب، راه تقريبا كياخذ 50 دقيقه اولا ساعه، ما تطيبوش بزاف. من بعد كنشعل عليه النار من الفوق غير واحد 2 ثواني صافي، وكنخرجوا من الفران مباشره. ملي كنخرجوا من الفران كندير ليه واحد المنديل اللي كيكون فازق، فزقته بالماء وعصرته مزيان، ما تخليوش فيه الماء، يعني عصروه مزيان. من بعد درت فوق منه السلوفان اولا ديروا غير شي بلاستيكه وخليو الفقاس ديالكم حتى يبرد مزيان. انا ما كنبيتوش، كنخليه غير حتى كيبرد صافي وكندوز كنقطعو. وهنايا بعد ما برد غادي ندوز نقطعو معكم. وبالنسبه للتقطيع راني كناخذ غير واحد الموس اللي كيكون عادي، يعني موس هذا ديال حاده، غير ضروري يكون ماضي اولا خذوا واحد جديد وخليوه هكذا غير الفقاس هكا باش كيجيكم الفقاس ديالكم مقاد وما كيتهرسش. وها هو كيفاش كيجي بعد ما قطعته. كيف ما لاحظتوا راه ما كيتهرسش، غير كيف ما قلت لكم السكين يكون حاد. ومني تكونوا كتشكلوا حرابل ضروري تدخلوا اللوز ما يبقاش في الجوانب، راه ملي كتبقى هكذا شي لوزه في الجنب هي اللي كتقطع هذاك الفقاس. صافي قطعته وستفته في اللاطات ودخلته للفران، تكون النار مهيله كيتحمر من الجهه وكنقلبوا للجهه الثانيه وقابلوه في الطياب. راه دغيا كيتحمر، ديروا النار مهيله باش ما يجيكمش محمر بزاف.
وهذا هو الفقاس ديالي بعد ما حمرته، كيجي زوين وكيجي لذيذ بمذاق الزهر. عجبني بهاد المره بالنكهه ديال الساشي ديال الزهر. مولفه كندير فيه ساشي د الفاني وكندير فيه ما زهر، ولكن ملي درتو هاد المره بساشي ديال الزهر جا رائع، جا المذاق ديالو زوين، وتا ملي كيكون كيطيب كتكون خارجه واحد الريحه زوينه. وهنا كيكون الفيديو ديالي سالا. كنشكركم على المشاهده ومع السلامه حتى الوصفه قادمه ان شاء الله.